طالبت شركة إسبانيا الحكومة المركزية في مدريد بإيجاد حل للحصار التجاري الجزائري على أنشطتها بعد انخفاض كبير في صادراتها إلى البلد الشمال الإفريقي في ظل أزمة دبلوماسية بسبب الصحراء الغربية. ونقلت صحيفة البريدكو الإسبانية أن انخفاض الصادرات بنسبة 45% دفع الشركة الإسبانية إلى حث الاتحاد الأوروبي على الوساطة لحل الأزمة، كما طالبت هذه الشركات بتعويض مالي عن خسائرها. ولم تتجاوز صادرات الشركة الإسبانية إلى الجزائر هذا العام 10 ملايين أورو فقط، وحتى العام 2021 كانت إسبانيا ثاني عميل عالمي للجزائر بعد إيطاليا، لكن تغيير مدريد لموقفها من الصحراء الغربية ودعمها للمغرب في هذا الملف أضر بعلاقاتها التجارية مع الجزائر التي علقت معاهدة حسن الجوار مع مدريد وقلصت وارداتها من السلع الإسبانية. وقالت الصحيفة الإسبانية إن ما لا يقل عن 20 شركة إسبانية بدأت إجراءات قضائية ضد الدولة بشأن عواقب تغيير الموقف فيما يتعلق بالصحراء الغربية. ووفقا للحسابات الأولية الصادرة عن الدائرة الجزائرية الإسبانية للتجارة والصناعة، فقد بلغت خسائر الشركة الإسبانية أكثر من 800 مليون أورو. ولم تنجح محاولات رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي جوزيب بوريل الذي سافر إلى الجزائر في مارس الماضي في حل الخلاف بين الجزائر ومدريد. وأقرت منظمة الشركات الصناعية الإسبانية بأن الحل لا يبدو قريبا، إذ أن المفاوضات بطيئة جدا، فيما تفكر بعض الشركات بالتخلي عن بضائعها المتواجدة في ميناء الجزائر بسبب تكلفة التخزين. وحذرت المنظمة الإسبانية من أن بعض الشركات الجزائرية تبحث بالفعل عن بدائل من موردين إيطاليين وفرنسيين بسبب الأزمة مع إسبانيا. وتنقل الصحيفة الإسبانية عن مصادر تجارية أن جهودا تبذل على مستوى بروكسل لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، ولكن يبدو أن الحل مع الدولة الجزائرية بعيد المنال.